ودول الخليج، السعودية، العراق، المغرب، تونس، امريكا. طب نعدي المغرب وتونس، يعني ممكن نقول انت ما تعرفش هم قاعدين في انهي قاره. تمام، امريكا، دول الخليج، امريكا. يا اما كنت فاضي فقلت حدف الناس بالطوب. لا حضرتك فاكره نفسك شجره ولا نخل عشان نحدفك بالطوب؟ أنا صديق، أنا حمار، نحن حمير. ايوه انت حمار، انت حمار وكلكم حمير وعندكم بغل. طبيعي يا جماعه لازم تضحكوا، هو مش قادر يقتنع ان هو في طياره، هو فاكر نفسه ان هو في الميكروباص ويمكن كمان قاعد جنب الشباك. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. رجع تاني فيديو جديد كالعاده، يمكن بقالنا بتاع اسبوع 5 ايام 6 ايام حاجه زي كده، بس يعني رجعنا مطولناش وده اهم حاجه. عاملين ايه؟ كله بخير؟ كله فل؟ اتمنى. لا يا ولا انا مش متشائم، الدنيا حلوه وجميله بس مش لينا، للجار اللي جنبين. يلا يلا يلا. بيقول لك ايه بقى؟ قال لك مصر ما فيهاش ولاد حلوه، انتاج مصر بيساوي، وعمال يهز في دماغه كده. ما شاء الله على الانتاج. لا هي انتاج مصر حلو فعلا، بس احنا اللي مش شايفين. احنا ممكن نظلمك على فكره. هو المصيبه ان هو يمكن يكون فاكر نفسه ده او ده، لكن هو في الحقيقه ده. احنا شايفينك كده يا اسطى. معلش كلف نفسك دقيقتين او 3 دقايق وبص بس كده، اخطف نظره كده في المرايه. بس انا عايز اشوف الجمال اللي مقوي قلبك. بابا. نعم. وساعات بتمنى اني اشوفك. الحاج اقسم بالله والله العظيم اقول يا ريتني ما خلفتها. يا بنتي سيب الحاج في حاله، هو مش بتاع الكلام ده، والله قرفان. او حتى اشوف منك طيفة مع حلم جميل. وانت ساعات ايه؟ مبسوط وانا اشوفك طبعا. لا قولي وساعات بفرح لما بشوفك. والله العظيم انت لو مراته وعملت اللي عملتيه ده، يعني كان زمانك دلوقتي مرميه في الشوارع. انما يعمل ايه الراجل؟ بنته بقى. انتوا عارفين للاسف الضنا غالي للاسف، فبيسيبوهم بقى يعملوا كل الكلام ده. ساعات بفرح لما بشوفك واتمنى منك طيفة. واتمنى منه طيفك. انا عارف ان انت بتغني تحت تهديد السلاح وتحت تهديد الموبايل وتحت تهديد بنتك، مش كده؟ سيب الحاج يتفرج، تقريبا بيتفرج على الماتش. سيبيه، الراجل مش فاضي. تلاقي كمان زمانك مغلوب دلوقتي. احنا مؤاخذه يا جدعان، انتوا لسه متعادلين امبارح صح؟ يا بنتي يا حبيبتي. يا بنتي يا حبيبتي يا حياتي. لا 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 مفيش في حياتي في الاغنيه. معلش معلش، احنا هنألف اغنيه جديده ولا ايه يا حاج؟ جي كده ما تكلمك ايه؟ جي مترمو بقى؟ جرى يا حاج؟ في ايه؟ انت عايز تخش الحمام؟ هو اللي في ايه؟ جي كترمى بقى كتير. عضمه واحد انكبه اهو. ما اكيد دي مش اجنبي، اكيد دي انكاب، الركاب حاجه كده يعني. واحد انكبه وخمسه انكبه. واحد امريكاني. لا هو مش شرط، هو عشان بيتكلم لغه انت مش فاهمها يكون امريكاني، ما ممكن يكون اي حاجه ثانيه، سويدي مثلا، مش شرط يعني. جي ما تعرف. والله ربنا هيتعب. سمعت حول ولا؟ جي بنت رماتك كلمة امه. سمعك حلو. هو احنا بقينا نعتمد على السمع اكتر من اللسان والكلام والفهم. جديده يا حاج بس تمشي. بتبوته ايه يا عمي؟ فين المكرتم بتاعك؟ المترجم بتاعه هو لازم يكون معاه مترجم وهو ماشي في شوارع معاه عادي، بس انا حاسه ان هو مصري وبيشتغل يعني هناك، واللي جنبك ده ممكن يكون عارفه. جي ما تعرف مكي؟ انت هتتبتر هنا. حيوان تطوري مكان. والتاني تقريبا بيتكلم كلام هو مش مفهوم، يعني هو بيعمل مقلب. يخرب بيت فنوخك اللي سوى شكرا. سيوبة تابكا. يا عم اسلام حاتم. اليوم ده خلي بالك، الاسلوب الثاني بيشتمك. شكرا. سيوبة تابكا. يا عم اسلام حاتم. اليوم ده خلي بالك، الاسلوب الثاني بيشتمك. التاني بقى عشان يهدي النفوس يا حاج ده بيشتمك. الله يخرب بيت اللي بتسفوها يا جدعان. السبوبوت تاني. انت غبي. ها؟ بقول لك انت غبي. انا سبوبوت. نو 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 نو. تشيكي. رومان. بقول لك لا، انا ما بيشتمني، انا بيشتم معلم بتاعك. المعلم السبوبوت. نو. مش فاهم حاجه. يخرب بيت امك يا عمي. ده الله يخليك. هات المتكرم عشان احنا نعرف نتكلم مع بعض. بيتباع في انهي سوبر ماركت يا حاج؟ هيروح يجيبه ويجي حالا. الذين ينتظرون زواجنا
حياتنا أطول من أعماركم. شهد اسحب ما حنتجوز. انت فرحان ليه؟ انت هنا فرحان وغيرك متجوز دلوقتي قاعد بيبص على الفيديو بوزو كده بيقولك انا ايه اللي انا عملته. بلا جيت ريدي ويز مي، تجربة جديدة فيلا بينا نلبس عشان ننزل لها. هغسل وشي اوف كاميرا عشان الرسول مقاطع. طب طالما هو منقطع جبتيه ليه؟ يعني انت لما تستعمليه ورا الكاميرا كده يعني مش حرام، وانما تستعمليه قدامنا هو اللي حرام؟ اوكي اتفضلي. وانا مشترياه من بدري فمش هرميه يعني. لا ما هو كل واحد يتزنق زنقه يقول لك اصل انا كنت مشتريه من بدري. هي بتعمل ايه ازازه بيبسي دي في ايدك؟ انا كنت مشتريها من بدري على فكره، اللي هو من انت من نص ساعه كده كانت في ايدي يعني. ماشي. في حاجة حاصلة بقالها فترة رخمة قوي ومضايقاني. كفى الله الشر، خير في ايه؟ وبعدين تضايقك واحنا موجودين؟ يا نهار ازرق. زمان لما كنا بنبقى بنلعب مثلا ونلعب دور ان احنا ميتين والكلام ده، كانوا اهالينا بيقولوا لنا ما تفولوش على نفسكم. بقالي فترة بشوف حاجات غريبة بتحصل، يعني بعيدا عن اللي بيحصل لاخواتنا. والله في حاجات كتيرة جدا بتحصل. حتى من يومين كده في واحدة طلعت قعدت على كبوت العربية على كوبري اكتوبر وقعدت بتلعب يوجا، بترفع رجلها وتنزلها. انا مش فاهم ده تمرين بطن ديت ولا ايه بالظبط يعني. والمصيبه ان الناس سايبينها عادي يعني، مش الناس اللي هم لا يعني قصدي الشرطه عادي. اعملي يوجا براحتك يا حاج، مفيش مشكله يعني. انت العبي يوجا واحنا نقعد نتفرج. وهي اغلب البلوجرز الولاد والبنات قبل فرحهم او قبل خطوبتهم مثلا بيفشكلوا. ايوه يبقى في حد لا مؤاخذه عامل بيبي في حياتهم، قاعد ناقل لهم السقطه واللقطه. عملوا ايه ما عملوش ايه، جابوا النيش جابوا البوفيه. مش موضوع يعني نتكلم فيه عادي يعني، اسمه نصيب في الاول وفي الاخر يعني. اللي هو عشان الناس تفضل تقول يا عيني ومش يا عيني، وبعد كده يرجعوا الحمد لله تتم من نعمات الصالحات. ربنا يسامحك يا بسنت، بوظتي لي حواجبي للمره الثانيه. الله يسامحك يا بطلي، دي شغلانه بقى يا بسنت. في حاجه مهمه هتتقال في الفيديو ولا هو بس جيت ريدي وذ مي وخلاص كده بس؟ هو انا ما بحبش ارد على الكومنتات او النوعيه من الكومنتات دي. هو كاتب لك فيديو مصنن؟ قصدك يعني يا غالي على الفيديو اللي ورا؟ هو اي حد مش فاهم هو عايز يعمل ايه، الموضوع بسيط جدا. يوم جايب فكره من عنده من دماغه ويقف ويلا بينا. لا ده معطر جو عادي يعني، بس انا حاطه في بخاخه كحول يعني. جيت ريدي وذ مي واحنا هنعمل مش عارف ايه، وهنتكلم عن اتنين سابوا بعض وهي تفت في عبه وهو راح تف في عبها ورد لها التفه بشلوت وحاجات كده غريبه يعني. زمان قالوا لنا نسوان فاضيه زمان. خلافا عن الكلمه اللي مش لطيفه ان انت قايلها، ايه مصنن عادي يعني، مصنن يعني معفن. زعلتك مصنن؟ يبقى نقدم حاجه عدله عشان ما حدش يجي يضايقنا بكلام مالوش لازمه. الكلمه كده يعني. فاخدت بالي من الاسم ان هو اسم راجل، يعني داخل على فيديو بنت راجل مش مهم. لا يعني هي فيديوهاتك بتقع قدامنا بالصدفه، ملهاش علاقه بقى راجل ولا ست اللي شافوهم. انت اول ما قلتي جيت ريدي ويز مي انا قلت البنت ما شاء الله هتعمل جمباز دلوقتي، فلقيت فيديو فعلا ملوش 30 لازمه. ما يسيبوا بعض ولا يولعوا، احنا مالنا؟ انا مالي يعني؟ انا هضيف لهم ايه؟ ولا انا لما اعرف مثلا هم سابوا بعض ولا ما سابوش بعض يعني انا هستفيد ايه لما اروح احل المشاكل اللي بينهم وانت حليت مشاكل؟ او هيصعب عليا فاقول او ماي جاد ما يتحرقوا؟ انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه في دي اعمله يعني؟ مش فاهم. فقلت ادخل على البروفايل بتاعك، وهنا استوقفني كام حاجه في بروفايلك. رقم واحد ان انت شخص بالغ كبير. ايوه ايه العلاقه؟ ما عشان هو بالغ كبير فبيفكر، فهو ما استفادش حاجه من الفيديو فقال لك فيديو مصنن بس يا فندم. انما يعني لو فيديو فيه حاجه معلومه مثلا هتفيده او بتاع اوكي يعني خلاص مش هيقول لك حاجه. والله لو انت كنت مقدمه فيديوهات عن الاكل يعني ده اقل حاجه هتلاقيه ما كتب لك كومنت عادي جدا. رقم اتنين ان انت صانع محتوى شاطر جدا، والمحتوى بتاعك لطيف لدرجه ان انا اتفرجت على الفيديوهات اللي في الصفحه بتاعتك كلها. ده فراغ حضرتك يعني، هو حتى لو محتواه جميل جدا 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 مش هقعد طول اليوم اتفرج. ما هوش الدحيح مثلا عشان اقعد اتفرج بقى واتابع فيديوهاته. رقم 3 ان انت بتحاول ان انت توصل لمستوى كويس في الشهرة. مش كل اللي بيقدم كونتنت هو عايز منها شهرة. في ناس عندها وقت فراغ زي حالاتي كده، انا مش فارق معايا اي حاجه، عندي بس وقت فراغ عايز املاه، قاعد زهقان فقلت اطلع اطرش عليهم بس. انما مش شهره مش فارقه كتير يعني، مش هي دي مصدر رزق ولا ده يعني الحاجه الواو الجامده يعني اللي هتفيدني في حياتي بيها او من غيرها. الواحد شغال يعني، فاهمه حاجه مش فاهمه عادي يعني. اقصد ان احنا مش عبطلايه وقاعدين بيقولوا الناس كبسوا وبتاع والكلام الفاضي ده او مثلا نطلع نقول جيت ريدي ويز مي وتعالوا بقى ما يلا ناكل العيش. نيجي بقى للسؤال المهم، ايه وجهة نظرك ان انت تكتب كومنت زي ده البنت؟ يعني لو فيديو ما عجبوش هيكتب الكومنت ده يعني، هو مش انت لوحدك حضرتك يعني كتير من الناس دي بتكتب تعليقات
رخمه، بس عادي في حد بيفوت، في حد لا انا هقف، انا الكلمه جرحتني جدا، عدي هتتشتم كتير جدا، ايه المشكله يعني؟ فانت اللي قبلتي ان انت تطلعي للناس وتقولي كلام او تعملي كونتنت او تعملي اي حاجه يعني، فتحملي. مش قادره تتحملي، مكانك فين؟ شاطرين والله، قالوا المطبخ، انا سمعتها من هنا اهو، قال لك مكانك روح المطبخ حضرتك، بلا جد ريدي بلا زفت على دماغنا. او على فيديو ما فيهوش اي حاجه مؤذيه ليك ولا مؤذيه لغيرك، غير انت يا اما في حاجه في نفسيتك مش كويسه، يا اما مريت بايام كتيره قوي مش كويسه. اه والله، ومين فينا مر بايام عدله يعني؟ معلش يعني احنا عجزنا قبل اواننا من اللي شفناه وبنشوفه وما زلنا بنشوفه، فمفيش يوم ممكن تعدوا 10 12 13 يوم تقريبا في حياة الانسان كلها كانت حلوه ممكن يعني، والباقي كله نفس الفيديو بتاعك، حياه مصننه، قاعدين في ترانش والتيك توك طفح علينا. يا اما كنت فاضي فقلت حدف الناس بالطوب. لا حضرتك فاكره نفسك شجره ولا نخل عشان يحدفك بالطوب؟ وبعدين هو بيقول لك المثل يعني، الشجره المثمره بيحدفها الناس بالطوب عشان توقع الثمار بتاعتها علشان تنفعهم، انما هيحدف الناس بالطوب ليه؟ مش فاهم. اتمنى منك ان انت تركز في محتواك وتركز في شخصيتك ان هي تكون الطف من كده بكتير. غير من نفسك يا ابني، عدل في نفسك. دي بتفكرني بايه بقى؟ لما واحده تيجي تتجوز وتقول لك بس انا هصلحه، صلحي ايه؟ هو خلاط بايظ؟ ولا ما يكونش فرد الجزمه مقطعه هتصلحيها عند الراجل الجزماجي؟ اتكل على الله، كله عيش كله عيش، والله العظيم الدنيا مش. يلا اللي بعد. انا حسيت ان انا غشيم شويه، رديت عليه رد مستفز، ردي وحش، معلش، ما هو بصراحه فيديو مصمم. ودول الخليج، السعودية، العراق، المغرب، تونس، امريكا. طب نعدي المغرب وتونس يعني، ممكن نقول انت ما تعرفش هم قاعدين في انهي كارت، تمام؟ امريكا، دول الخليج، امريكا، صح. الولا ترامب كنت شفته لابس خليج، حصل فعلا. ومين تاني يا غالي؟ لبنان. من الخليج لبنان برضو، بلاد الشام بقت ماشي شغال. سوريا. طب ادي بقى واحده مصر بقى بالله عليك بقى، يعني ما انت شايفني انا لابس القفطان شايف اللي لابس البتاع، ناقص لي بس مش عارف الشماعه ديت ولا مش عارف اسمها ايه كده، هبقى بص خليجي ابن لذينه. ايه تاني؟ انت خليت فيها حاجه تانية؟ ما خلاص كل دول الخليج خلصت، بس انت ما قلتش فيهم الا السعوديه تقريبا والامارات على ما اظن. وشرم. لا شرم ايوه، لا شرم في الخليج، كلنا عارفين كده. انا لما مسافر من القاهره لشرم الشيخ بقول لهم انا رايح الخليج، وبشوف واحد بشماعه بيقعد يشاور لي كده عادي تمام. هي اسمها شماعه ولا اسمها ايه؟ شماغ ولا مش عارف ايه كده. عمالين يقولوا لي فين ابو خالد، انت عملتي ايه في ابو خالد؟ الواد اتشفط كده ليه؟ انت حلفتيه؟ ابو خالد سابك ولا ايه؟ سابها فين؟ ولو سابك هو الخسران يا ام خالد. والله اسالي اي حد هيقول لك كده. وبعدين يعني تاني انتوا تاني ولا ده فيديو قديم عشان انا مش واخد بالي؟ ده وقع قدامي بالصدفه. انت مش عايزه تقولي ايه اللي حصل؟ ابو خالد مختفي. متهدد ابو خالد، قالت له لو طلعت على السوشيال ميديا وقلت اي حاجه فينك مكانك ابو خالد. لا دي قادره تعملها عادي جدا. بقالي شهر ونص تقريبا على تيك توك، literally بيجيلي hundreds of comments كل يوم، hundreds مش بأفور. موضوع صعب جدا يا اختي فعلا. يعني شهر ونص كل يوم بيجيلها 100 كومنت، فطبعا يعني مبلغ، قصدي مش مبلغ، قصدي يعني ده بس انت مالك متصور لنا كده ليه؟ يعني ليه وشك يعني هو في كده؟ ناس بتقولي ممكن اسالك سؤال؟ ياه بجد والله قالوا لك كده؟ فانا بقول لهم نعم، بقول لهم ايوه. بسيطه ايه يعني، اسال يا غالي. وبعدين ما حدش بيرد عليا خالص، واقعد اقول لهم ايوه في ايه المشكله؟ حط السماعه في الخط، اكيد مش مجمعه عندهم. only today I realized ان هم بيتريقوا عليا يعني. لا هو انت بتكلميهم كده، ما هو اكيد مش هيفهموك. ده هي لو كنت بتكتب لهم ايوه بقى بالفرانكو، ايوه نقول مثلا 20% يفهمك، 80% مش فاهم حاجه منك، فعشان كده ما بيردش عليكي. طب رفقا بالناس اللي مولوده 1900 وحاجه يا جماعه، انا مش فاهمه اصلا. 1900 وحاجه ده تاريخ ميلادك دوت ولا انت متابعينك 1900؟ مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه والله. مش مشكله. الحمار صبور، انا صبور الحمار. لا ما انت حمار كده احنا عارفين. انت مش حمار، انت بغل، انت بقرة، انت خنزير ابن خنازير. عارف الحلق اللي هو اللي بيتحط في المناخير ده؟ انا دايما بقول عليه ايه، ده حلق الخنزير ابن الخنازير. هو حلقكم اصلا يعني، بشوفه بفتكرك. وفي الحمار مظلوم. الحمار بيتجلد لما مؤاخذة ما بيسمعش الكلام، بياخد كام جلدة على طيبة قلبه، زي ما انت كمان هتاخد كام جلدة على طيبة قلبك، او اخدت غالبا يعني، تقريبا اخدت ولسه بتاخد وما زلت بتاخد يعني، وهتفضل تاخد لحد ما بقى فاهم تغور في 60 داهية، تموت ولا تنايل على عين. يلا. انا مظلوم الحمار صديق. انت مظلوم في مين؟ ظلم امك.
مين؟ مفيش حد ظلم. مين الظالم؟ انتوا بقى ايه بتطلعوا اللي فيكوا فينا، وانا اصل انا مظلوم. مين ظلم امك؟ مين انت هتعمل ناس فيها بريء؟ يلا الله اعلم. خنازير اقسم بالله جلدها تخين. أنا صديق، أنا حمار، نحن حمير. ايوه انت حمار، انت حمار وكلكم حمير وعندكم بغل اسمه النتن. ده بغل البغال اقسم بالله والله العظيم. ده منت، ده هو يعني سبحان الله اسم على مسمى، اسمه نتن. فتخيل ريحته عامله ازاي. ريحتكم صننه اقسم بالله، ريحه بلعات. واحسن ان الدنيا مولعه عندكم، احسن. ربنا يولع فيكم كمان وكمان، يخرب بيت ابوكم. الله اعلم منتنا، ما استحمت بقالها كتير. يلا يا اسطى عشان اتاخرنا. دفعت الاجره يا غالي. طبيعي يا جماعه لازم تضحكوا. هو مش قادر يقتنع ان هو في طياره، هو فاكر نفسه ان هو في الميكروباص، ويمكن كمان قاعد جنب الشباك. عشان كده بنقول خطر اللي يعيش في مصر كتير، عشان بياخد على اجواء يا اسطى على جنب يا اسطى، واركن لي بس جنب السحابه دي هنزل. عيب يا جدعان. في كلمه كده في المعاكسات بتقلب لي بطني، يعني مش ما بحبهاش، بتقلب لي بطني، الا وهي طعم. دي جبنه دي ولا ايه؟ والله في جبنه اسمها طعم. انسوها يا شباب بالله عليكم، انسوا طعمه دي. لا والله انا ما اعرف حد حتى بيقولها. يعني ايه طعمه دي؟ او تلاقي واحد مثلا كان نفسه في الجبنه ولا حاجه فقال لك قطاعي بتاعي كده يعني. بعيد عني. انا قمت من النوم النهارده لقيت كميه الطيارات دي عندنا. بصوا الطيارات قريبه من البلكونه جدا ازاي. انا خايفه لا تقع على البلكونه. لا مش معقول، مش عارفه الطيارات دي رايحه فين. تقريبا هتجرش فوق السطح ده. يخرب بيت ده ذكاء اصطناعي. يا جماعة ده ستار ووتر، أنا اتسرق منه الكاوتش بتاعي وأزبل مكان في الدنيا مليان حرامية. لا واللي هيطمع في الكوتشي بتاعك جاي من بيته مالط ولا ايه؟ مش مستاهل الموضوع يعني. ممكن تاخدي شبشب المدير او اي حد لو قلت له هيديكي شبشب، يعني ممكن تاخدي شبشب ده عادي اللي هي البنت دي لابساه، يعني مش هتقول لك لا. محدش يجي فيه تاني. حاضر انا خايف اروح يتسرق البوكسر بتاعي ولا حاجه. لا مش امان فعلا. انت عارف لما تكون لوحدك وقاعد فتره لوحدك، عارف ان انت ده دليل على الذكاء. والله متشكر جدا. انا على طول قاعد لوحدي، ما بحبش اقعد مع الناس عشان انا مش ناقص وجع دماغ بصراحه، ومش ناقص اسمع مشاكل. يعني كفايه كل واحد عنده مشاكله بيحلها مع نفسه بقى. عارف ان انت بتقرر قراراتك لوحدك من غير ما تلجأ لحد، لان قرارات اي حد مش فارقه معايا، فهسمع منه الناحيه التانية على طول كانها تتكب في الزباله. الا بقى لو كان قراراته صح او كلامه في بعض المنطقيه، ساعتها ممكن اخد بيه عادي. بتحل مشكلتك لوحدك من غير ما تلجأ لحد. تخيل كده بقى في كل مشكله حد يحلها لي اروح ادور عليه عشان يحلوا لي المشكله اللي بعدها. فين الشخصيه؟ اين الشخصيه؟ ما تردوا عليا. عارف تاخد خطوات في حياتك، وعارف تبص لمستقبلك، عارف تخطط له، عارف تبسط نفسك، عارف تعيش، عارف تتأقلم، عارف تتعايش. والله مش عارف اقول لك ايه. والله متشكر جدا، متشكر جدا جدا. ما بنحتاجش لحد. وايه تاني؟ ايه تاني؟ ادينا مميزات مع الواقع من غير ما تلجأ لحد. الناس كانوا موجودين كحاجه، يعني حاجه مساعده ليك. كمالة عد. يعني لو هم قاعدين معايا يعني وبيقولوا رأيهم طبعا فيا او رأيهم في مشاكلي او رأيهم في حياتي، يعني عادي. ما برضه ما بنامش من غير عشاء، باكل مفيش مشكله. شيء خير وبركه، حاجه جميله جدا. لكن ان انت تعرف تعيش حياتك لوحدك ده دليل على الذكاء. والله هو مش دليل على الذكاء بس، هو دليل على الذكاء وكميه الخوازيق اللي خدتها في حياتك. انت قررت انت تبعد عن الناس بقى. ممكن تصاحب كلب. لا كلب حقيقي والله، يعني تبطني كلب. الكلاب منعوها صحيح. تبطني كلب لولو. هتقول لي شرس وبيعض؟ ده عيل بليه. هات لك يا عم جولد، هات لك شوف لك قطه تبقى اوفى برضه من البني ادم. فان انت تهندل حياتك، تبص لمستقبلك، تكتب اهدافك، هتوصل للي انت عايزه. فده دليل على الذكاء. كميه الخذلان برضه، يعني ذكاء وكميه خذلان انت تعرضت لها في حياتك. بس كده يا جدعان، ده اللي كان معانا النهارده. واحده مسا عليكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.